السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد متابعي قناة سوق الماعز البور والشامي والمنيب. يعني فيديو تعريف ان في ناس كتير بتتصل بيا تقول لك يعني احسن في التهجين الشامي البلدي البرقي. والله انا يعني عن تجربة انا جربت الشامي والبرقي والبلدي. الشامي كويس مع تهجين البور. البرقي بقى يعني دي عن تجربة مع وناس كتير يعني هجنت منه. البور احسن حاجة مع البرقي، بيجيب شاسيه وبيجيب وزن، لانك انت في الاول والاخر هتشتغل لحم، يعني سكة اللحم. حتة السلالات دي زي ما قلنا قبل كده دي الناس اللي هي شغلها وعارفة الحاجات دي بتشتغل ازاي وليها سيت يعني، ومعروف لحضراتكم. اما لو انت عايز تشتغل تهجن لحم ويشتغل برضو معاك كده، فالبرقي المعيز البرقي الخشنة اللي هي البرقي الأصلي ما شاء الله بتجيب أحجام وبتاع. إما البلدي أنا شفت ناس كتير تقول لك البلدي لو معزة خشنة مع البور بتجيب، لا أنا جربته معزة خشنة ومن مستورد وجابت خلفة يعني ضعيفة جدا ومفيش يعني تحويل فيها. يعني ده مثال، هو دي خليط الجدي ده ابن المعزة الخليط أهو أبوه مستورد. الجدي الكلاسيك ده أبوه مستورد والأم جيل رابع، ودي معزة جيل رابع من بول سفنة ما شاء الله الخلفة بتاعتها كويسة. وادي جدي كالهاري الأب مستورد والأم دم كامل، بس هي المعزة بتجيب بطن واحد فهو. فاللي عايز بقى يهجن مع برقي ماشي، مع شامي ماشي، مع بلدي ماشي، دي نصيحة عن تجربة. الشامي مع البول بيجيب حاجات، بس الأحسن والأحسن البرقي الأصلي. يعني البرقي الأصلي هو يعني ما شاء الله بيجيب شاسيهاته عن تجربة وناس كتير. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.